تعرف إن بعد عذاب طويل لأهل النار، أهل النار هيطلبوا من ربنا عز وجل 4 أمنيات. لكن قبل ما نعرف ال4 أمنيات دول مع بعض، ما تنسانيش في لايكك الجميل والشير والمتابعة عشان تستفيد بالفيديوهات الجاية. أهل النار بعد عذاب طويل جدا والله أعلم بعدد الأيام دي، هيطلبوا من ربنا عز وجل إنهم يخرجوا من النار، فيقولوا في الآية دي: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد عليهم ربنا عز وجل بالآية دي: قال أخسئوا فيها ولا تكلمون. فبعد رد ربنا عز وجل عليهم بالآية دي، يأسوا من روح الله وعرفوا إن ملهمش خروج من النار، لكن بدأوا يطلبوا الأمنية التانية من مالك خازن النار. ونادوا مالك ليقضي علينا ربك. بيطلبوا من مالك خازن النار إن يشفع لهم لربنا عز وجل ليموتهم عشان يرتاحوا. فيرد عليهم مالك بالآية دي: قال إنكم ماكسون. فبدأوا يطلبوا الأمنية الثالثة، فيطلبوا من خزنة جهنم اللي هم الملائكة أمنية عجيبة جدا يقشعر لها الأبدان. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما من العذاب. انت متخيل عايزين يرتاحوا يوم واحد بس من النار ومن عذاب النار؟ فيجي لهم الرد من خزنة جهنم اللي هم الملائكة. فبعد كده يبدأوا يطلبوا الأمنية الرابعة اللي هي: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيرد عليهم أهل الجنة: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إن الله حرمها على الكافرين. ليه بقى؟ عشان الذين أخذوا دينهم لهو ولعب وأخذتهم الحياة الدنيا، فإيه مصيرهم دلوقتي؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فاللهم احمينا من عذاب جهنم وأدخلنا جناتك يا رب العالمين. وبس كده. لو عجبتك فكرة الفيديو ما تنسانيش في لايكك الجميل والشير والمتابعة عشان تستفيد بالفيديوهات الجاية. وبس كده، سلام يا صديقي.